الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما طاف طائف واعتمر، الله أكبر ما ضحى مضح ونحر، الله أكبر ما لبى ملب واستغفر. لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب. يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الخلق كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم. عباد الله، هذا يوم العيد الأكبر، هذا يوم النحر، هذا يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها، شمسها وضياؤها. طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد كل فقير هز راحته شوقا وكل غني هزه الجود. عباد الله، هذا يوم الفرح والسرور، هذا يوم الغبطة والحبور، هذا يوم نحمد الله سبحانه وتعالى فيه أن بلغنا إياه. فأظهروا بارك الله فيكم من البهجة والسرور، وأظهروا من الفرح والحبور ما تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السعيد. معاشر المسلمين، هذا اليوم يذكرنا بالتوحيد والوحدة، بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. إنه يوم التهليل والتحميد والتكبير، كما أنه يذكرنا بوحدة المسلمين، وحدة الشعائر والمشاعر. الرب واحد والقبلة واحدة والنبي واحد والكتاب واحد والدين واحد. فهلموا عباد الله إلى تجديد الأخوة بيننا وإلى نفي البغضاء والشحناء. وما المرء إلا بإخوانه، كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. عباد الله، هذا يوم التزاور والتواصل وصلة الأرحام، الرحم الذي من وصله الله. يوم صلة الجار الذي كاد أن يكون من الورثة. فأشيعوا هذا التواصل فيما بينكم وتراحموا ولا تتزاحموا. عباد الله، هذا يوم التسامح والعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وليعفوا وليصفحوا. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. عباد الله، هذا يوم العيد الأكبر، إنه يوم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية. يبتدئ هذا من هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق. وفي هذا آية وتجديد ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بإراقة الدماء تقربا إليه. عباد الله، إن إراقة الدماء إما أن تكون من أعظم القربات أو تكون من أعظم الموبقات. فحين نتقرب إلى الله بما شرع نكون تعبدنا له، وحين يتوجه بعضنا لبعض بالسلاح نكون قد أغضبنا الله سبحانه وتعالى وأتينا بموبقة كبيرة. فالله في درء دماء المسلمين وحقنهم. عباد الله، ونحن في مشاعر البهجة والسرور ننتظر النصر الأكبر والفرحة التامة لإخوتنا في غزة، أولئك المستضعفون
الذين أوذوا في ديارهم سينتصرون بإذن الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فيا أمتي هبي لنصرة إخوة بأكناف بيت صاح فيه براعمه، ومدي يد الإجلال والدعوة التي تجلجل ركنا قد أمدت دعائمه. لنا القدس رغما عن يهود وفرعها، لنا القدس تاريخا تجلت علائمه. سلامي على رام لنبل يعزنا، عليه سحاب ممرعات غمائمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم وأتمم فرحة المسلمين بانتصارهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتم علينا السعادة في هذه الأيام بالتقرب إليك بما تحب، ونسألك سبحانك أن تختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم أذهب البغضاء والشحناء فيما بين المسلمين، اللهم ألف فيما بين المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.